وعلاش تدخل الدولة؟ ما لو واحد يرمي روحه من الفوق تدخل فيه الدولة، هذيك فما ضعف إيمان، فما مانيش عارف أنا. وهو حر إنسان، هذه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا خلقنا حرار، سيدنا جاب هذه، لا دولة ولا ما دولهاش ولا حتى شيء. الدولة قاعد تخدم في خدمتها ربي يعاونها، وكل واحد يخدم خدمته ربي يعاونه في الدنيا دي. انت نهار اخر باش تلقى، كان عملت الخير تلقى الخير، كان عملت الشر ربي سبحانه باش يكافئك به. وكون انا هذه هي حياتي ذولي. حرية مش مطلقة تماما، فما دي ليميت في الاخر. ديبيل على الاخر معناها مو لاباس شنو هي ذاك بدنه هو حر فيه معناها شنو مدخله هو بوليس ولا واحد ما عندوش الحق يمس حتى مواطن. كان ما المواطن هو يصحح له يقول له اوكي. هو حتى على التيست على الزطله وعلى اي حاجه المفروض كان جينا نحترموا الحريات الشخصيه. ما عندكش الحق تحلل حتى حد. حريه الدوله في التدخل عندها حد، حريه الشخص عندها حد، لكن فما ضوابط اخلاقيه وانسانيه، وسورتو تحبوا لا تكره زاد دينيه. احنا شعب مسلم، شعب محافظ، ماناش نتاع انغلاق كلي وماناش نتاع تسيب كلي. معناها كل حاجه عندها ليميت. تقول انت فهمت، ما نجمش تسيبها على بعضها للي يقع الديزوردر من بعد. بون انا فوق الحكايه هذه. علاش باش نتفاداو الحاجات هذوما معناها باش ما عادش يصير، باش ما عادش اي شخصيه. ما حتى هما زاد عملوا معناها الحكايه هذه باش تنقص في البلاد باش ما عادش تصير برشا. الدوله يلزمها تتدخل، الدوله يلزمها تتدخل في الامور هذيا، خاطر فما امراض معناها قاعده تدور. الامراض هذيا يلزم معناها واحد معناها يتصدى لها باش للوقايه على الاقل. هما كيما معناها ما خافوش على رواحهم، على الاقل الدوله الاخرى تخاف على الشعب نتاعها، والوقايه خير من العلاج كما يقولوا فيها. الدوله ما عندها فيها حتى دخل. باش تقول لي علاش ما نجمش نقول لك علاش. اللي نعرف اللي هي كل انسان حر في حياته، باش كل انسان حر. خلي باش تجي الدوله كامله باش تتحكم في انسان تقول له شنو هي مولاتش. الدولة هي اللي تكفل الحقوق حرية الإنسان معناها، ما فهماش علاش معناها باش تنحي له حريته ولا حتى زاد تعطيه أكثر حريات. الحريات مكفولة من برانسيب بالقانون معناها. علاش الله أعلم معناها إذا باش نحي له حريات سير فما علاش. أما كوميم زاد ثم نتصور عنا معناها الهيئات وعنا الحقوقيين وعنا كل شيء معناها ينجموا في وقتنا الحاضر ما عادش كيما قبل معناها. واحد شيء معناها ولا كل شيء ظاهر معناها. لو فات انك تجبد تحكي على سوجي كيف هكايا معناتها اللي نحن نغزر له تابو، باسكو هو مصور 40 سنه ولا 50 سنه تالي في السبعينات ما كانش تابو، مي توا ولا تابو. لكي تحكي فيه التحسس تخلق، لازمك تحكي عليه السوجي هذا، لازم كل شيء يخرج على برا باش نجموا نحكيو فيه ونجموا نقدموا القدام. فهمتني؟ حاجة نورمال. كيفاش حرية الجنسية معناها ما فهمتش. كل واحد معناها كل عبد والميولات نتاعو هذايا حب. بون انا نراها حاجة نورمال اللي هو يتدخل وكل شيء، ولازم تتدخل الدولة في الحاجات هذه خاطر حرام وكا، وحرام كبير وكا، سواء هكا ولا هكا حرام كبير وكا. هي دولة مسلمة أول حاجة، دونك يعني باش تولي تدخل على حاجات أخرى. نحن مسلمين وحكاية هذه ما عندناش. باش تولي تحلها باش تولي ندخلوا في ديبا آخر ونعرفش ما يجيش ديجا. فما حرية شخصية اللي ما تمسش من المجتمع وما تمسش حتى من أفراد العائلة. حرية ضيقة على الآخر. أما إذا الحرية تخرج تولي تمس المجتمع وتمس حتى أفراد العائلة، وتولي احتمالك الحريه ديك تبدل حتى سلوك المقربين. هذه ما يلزم تتدخل الدوله في الامور هذه. لما الدستور تعمل والدوله المفروض هي ما تفرضش خيارات، خاطر هي مش وصيه، ما تكونش الدوله الوصيه على المجتمع، لكن ايضا زاد في نفس الوقت ما تسيبش زاد الامور. يعني ثم الدستور هو اللي ينظم الخيارات المجتمعيه، والدستور هذا معناها وقع وصار واحد. دونك المفروض هي تشرف أو تحاول تأمن تطبيق ما وقع الاتفاق عليه. حرية الإنسان تبقى شخصية معناها، تبقى معناها حاجات طبيعية معناها من عند يعطيني ربي سبحانه. حاجة شخصية معناها ما يجيش شكون يتدخل فيها، معناها ما عندوش الحق ديجا. كوش انا حاجة من تلقى نفسي نمشي نعمل الحاجة هذيك، مش نجي نشاورو والا مانيش نخليه يفرض عليا حتى شي ديجا.